هذا القصيدة من كلمات أم علي حميد القعمي، كما هي تحكي وتعبر عن ظلم الزمن ومعاناته أيضا، وكما تم تسجيلها بقلم الشاعر أبو قناص أحمد حميد القعمي، أداء والحان المنشد عطوها البجاي. ذقت المر والقلب حان، عشت أعوامك ولها حزان. أم أحمد تقول يا زمان داوي يا كريم علتي، يا عالم بما في الفؤاد زاد الهم والضيق زاد. يا خالق جميع العباد فرج في الحياة كربتي، يا رزق جميع البشر شوف الحال ما عد سبر. جنبني بلا كل شر وارزقني على نيتي، ارحم قلب ما له سواك همه صدق والله رضاك. واجبر خاطره لو عصاك واغفر يا سمع زلتي. ضاع العمر والراس شاب زاد الهم والاكتئاب، واغلى الناس قافى وغاب في ضيقي وفي شدتي. قابوا يوم احتجتهم قابوا للأسف كلهم، نسيوا جمل فعلي لهم خانوا في الحياة عشرتي. يا واحد أحد يا معين صار القلب موجوع حزين، قد له صدق والله سنين يذرف دمعي يا حسرتي. ومع طالي الله وهاب أعطيت الفقير والركاب، ما قصرت في من طلب أي إنسان من أسرتي. لا مقل صار في الألوف سابوني وعن ما تشوف، وأنا في أشد الظروف محتاج أستعيد قوتي. لكن ربي يخبر بهم في عالم وداري بهم، ما جاني فقط منهم غير الغدر يا وحشتي. ما دام ذي خلقني معي يا نفسي خلاص اقنعي، من دنيا البلاء واسمعي في ظل الحياة كلمتي. لك يا رب قلبي سجد رغم اوضاع هذا البلد، يا رحمن وشف الجسد من أوجاع زد علتي. واختم بالصلاة على النبي طه الهاشمي الأبي، هو أصلا أساس مطلبي. صلوا على النبي يا رجال صلوا على النبي.